اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة يا ريت نحط لايك للفيديو ونكمل كمان حلقتنا للآخر، فيها أحداث شيقة جدا وأحداث حقيقية وحصلت بالفعل. وفي يوم سلايفي كانوا جايين يزوروني، سناء ونجلاء، وكان ساعتها أحمد جوزي بينظف السرير مكان ما عملت حمام على روحي. ما كانش موافق أبدا إن حد ينظف مكاني إلا هو وبس. حتى حماتي هي كمان اتضايقت جدا إنهم نزلوا وشافونا بالمنظر ده. حماتي زعقت لهم وقالت: إيه، مش خلاص اطمنتوا عليها؟ كل واحدة بقى تطلع شقتها وتشوف وراها إيه. وبعدها خرجوا هما الاتنين من الأوضة بتاعتي وقالوا: والنبي يا اختي ما اعرف طالعين بيها السما قوي كده ليه؟ دي حتى مأملة وشعرها عامل زي الكرافة الشعر، ده بيطيق ينام جنبها ازاي وهي بالمنظر ده؟ بقولك ايه، اوعي تقولي على حد على عدم نظافتها ده، لحسن هما طالعين بيها السما من غير اي حاجة. وحماتي لو عرفت ان الكلام ده طلع بره هتورينا النجوم في عز الظهر. وقبل ما ابدأ الحكاية اعرفكم بنفسي، انا مروة، متجوزة وعايشة في بيت عيلة. وفاكرة يوم جوازنا أول لما دخلت شقتنا كانت الفرحة مش سايعاني أنا وأحمد إن خلاص اتقفل علينا باب واحد. وفجأة جاله تليفون من رقم غريب، وفتح الموبايل وما تكلمش ولا كلمة، وشكله كان مصدوم ومتوتر جدا. وبعدها قال لي: مروة حبيبتي، أنا هشوف ماما بس عاوزة إيه وهطلع لك على طول. ونزل أحمد وقعد يجي نص ساعة تحت، وأنا قلقت جدا وبقيت أقول لنفسي: في حد يسيب عروسته في ليلة زي دي؟ وأنا نزلت عند حماتي وقلت له: كده يا أحمد، في حد يسيب عروسته في ليلة زي دي وينزل يقعد هنا برضو؟ حماتي، حقك عليا والله، أنا بتدلع على أحمد بس. ولا يهمك يا مروة، تعالي اقعدي شوية يا حبيبتي. إيه ده؟ هو في إيه؟ مالك يا ماما؟ شكلك عامل كده ليه؟ مالك يا أحمد؟ بصراحة كده يا بنتي، أمك راحت وما تتعزش على اللي خلقها بقى. أحمد، أمك بتقول إيه؟ أمك بتهزر، أنت أكيد زعلانة منها يا حماتي علشان كده بتقولي عليها كده، صح؟ قولي الحقيقة. وبعدها أغمى عليا وكنت تعبانة قوي نفسيا لدرجة إن أنا ما بقيتش أتكلم ولا أتحرك خالص. وفي يوم كانت نجلاء وسناء عندي في الشقة، ونجلاء قالت: خدامين الست مروة احنا، انا مالي شقتها عايزه تتروق ولا غسيلها عاوز يتغسل؟ لا لا لا، انا تعبت بصراحه وكفايه عليا شقتي قوي. وانا اللي قلت حماتي هتجوزنا احمد بعد ما جوزي ما راح اتجوزته الواحده علشان نخدمها. يا اختي تلاقيها بتتدلع، ما امي راحت ما عملتش كده ليه عليها؟ بصراحه هي كانت بتحب امها قوي وعلى ايدي، وما تنسيش انها سمعت بخبرها ده في ليله دخلتها. المهم، انا عايزه اقول لحماتي اني تعبت من ترويق الشقتين وكفايه عليا شقه واحده. وفي الوقت ده دخلت حماتي وقالت: بقالكم ساعتين في المطبخ، ايه مالكم؟ في ايه؟ ابدا يا ماما، انا بعمل شوربه المروه اهو، وكمان عملت غدا لاحمد. قلتلك احمد هياكل عندنا، مالكيش دعوه باكله يا مرات ابني الكبير. الله يرحمك يا ابني بقى ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك ويرجعك بالسلامه يا يوسف لمراتك نجلاء ولعيالك، وترجع من الغربة دي بقى. والله يا حماتي ومليك عليا حلفان، أنا ماما عمالة تقولي: تعالي يا بت أما أجوزك، ده أنت لسه صغيرة وحرام عليكي شبابك ده. ألف بركة يا مرات ابني، ما عنديش مشكلة، بس في الحالة دي بقى يا حبيبتي أنا هاخد عيال ابني. ما تنسيش إن أبوك مطلق أمك، وأمك لا مؤاخذة يعني متجوزة عيل صغير، وأنا مش هأمن على عيال ابني يكونوا مع حد غيري. والله يا ماما أنا رأيي تخلي زيتنا في دقنا بقى، وأحمد يا حرام ملوش ذنب في اللي حصل له ده، ويتجوز سناء. إيه رأيك بقى؟ بس بقى يا نجلاء، انت كده بتكسفيني والله. بس يا حية ويا عقربة منك ليه؟ عايزين تخطفوا جوزها منها؟ مش كفاية إنها بقت وحيدة في الدنيا دي؟ والله يا ماما أنا ما قصدتش حاجة. اسمعي بس، اطلع شقتك فوق وإياك أشوفك واقفة مع أحمد ابني تاني، انت فاهمة ولا لأ؟ وطلعت سناء شقتها. غلطانة والله يا حماتي، دي على الأقل كانت هتاخد بالها من أحمد وهو هياخد باله من عيالها. امشي نجر اطلعي فوق انت كمان، مش عايزة أشوف وشك هنا تاني. إيه يا ربي، مصيبتين مرة واحدة بالتني بيهم. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. وحماتي دخلت الأوضة عندي، لقيت أحمد قاعد جنبي وعمال يعيط. إيه ده يا قلب أمك؟ أنت بتعيط ولا إيه؟ امسك نفسك يا حبيبي،
ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. صعبان عليا أوي والله يا أمي، يا عيني ما لحقتش تفرح. مش عايزاك تشيل همي قلب أمك، أنا هفضل وراها لحد ما تقوم بالسلامة إن شاء الله. والدكتور أهو طمنك أهو، ألف نتيجة في علاجها. أرجوك يا أمي، عايزك تخلي بالك منها. أنا لازم أنزل شغلي بقى، أنا بقالي شهرين ما نزلتش الشغل خالص. اخسى عليك يا أحمد، هو أنت بتوصيني عليها برضو يا ابني؟ دي زي بنتي اللي ما جبتهاش. عارف والله يا أمي، بس مش مرتاح لسناء ونجلاء، وخايف يعملوا معاها حاجة. أنا مش هنزل شقتي الفترة دي خالص، وهفضل قاعدة جنبها. إمتى بقى يا مروة تقومي يا حبيبتي بالسلامة وتنوري بيتك ده؟ ونجلاء طلعت شقة سناء فوق. تعالي شفت اللي حصل؟ هي مفترية علينا احنا بس. بت، أنا مش عايزاكي تشيل الموضوع ده من دماغك، خليكي وراه لحد أما أحمد يتجوزك. هو أنت عبيطة يا بت ولا إيه؟ أنت شفت أمه عملت إيه لما عرفت بس اللي أنا بفكر في الجواز؟ أنت مالك ومالها؟ ركزي بس أنت معايا ومش هتندمي والله. طب خليكي جنبي يا أختي وقولي لي أعمل إيه. والله صعبان عليا حالي ده، لولا إني خايفة على العيال كنت رحت عند أمي واتجوزت. عليا أنا برضو يا سناء الكلام ده، ما أنا عارفة يا حبيبتي إن محدش بيفكر فيكي علشان يعني عيالك دول. المهم قوليلي دلوقتي أعمل إيه؟ أنا هقولك تعملي إيه وتنفذيه وبالحرف الواحد كمان. وفي يوم الساعة 3 الفجر اتصلت سناء بأحمد. خير يا سناء، انت متصلة بيا في وقت زي ده، في ايه؟ معلش يا أحمد، الواد سخن قوي ومش هقدر انزل واسيب اخته دلوقتي، ومش عارفة اعمل ايه. يا خبر، طيب انا طالع دلوقتي اخده. افتحي الشقة انا طالع اهو. واول لما طلع اتصدم من اللي سناء كانت عاملاه في نفسها. كانت واقفة بقميص النوم. ادخل يا أحمد، مالك واقف كده ليه؟ انت ازاي تفتحي الباب وانت بالمنظر ده؟ اصل كنت خايفة على الواد قوي. ادخل بس عقبال ما البس حاجة. وبعدها دخل احمد وفضل مستنيها علشان ياخد الواد. وطلعت سناء. الحمد لله، حاسة الحرارة نزلت شوية. معلش يا احمد، قلقتك معايا. تحب تشرب ايه؟ بقولك ايه، انا ماليش في الكلام الفارغ ده. مش معنى ان انا بحب عيال اخويا وبخاف عليهم تعملي كده. عقلي شوية يا سناء. والله يا احمد انا كنت عايزة اقولك على حاجة. وفي الوقت ده حماتي اتصلت بيه. هو انت فين يا احمد؟ تعالى بسرعة يا حبيبي. استرها يا رب حبيبك النبي. حاضر يا ماما، انا جاي بسرعة اهو. واول لما دخل الشقة حماتي فضلت تزغرط. في ايه يا ماما؟ فرحي قلبي ارجوكي، مراتك يا نني عين امك اتكلمت. وبعدها انا خرجت من الأوضة وشكلي كان تعبان قوي. جعانة، عايزة اكل. الف حمد وشكر ليك يا رب. حمد لله على سلامتك يا مروة. أخيرا اتكلمت وقفت على رجليكي من تاني. أنا مش مصدق نفسي والله. تعالي معايا بقى يا حبيبتي لما حميكي وأخليكي بدر في ليلة تمامه. وبعدها أخدتني حماتي على الحمام وحمتني وخلتني زي العروسة. وبعد ما خلصت طلعت على شقة نجلاء فوق وخبطت عليها. ماما، اتفضلي يا حبيبتي، واقفة ليه كده؟ عيالك في مدرسة وأكيد يعني بيجيلهم حشرات بعد الشر يعني في شعرهم. بتعملي ايه بقى في الحشرات دي؟ ابدا، عيالي نظافة الدنيا فيهم، بس دايما يعني بستعمل لهم حاجات علشان احافظ على شعرهم بس. هاتي بقى اللي بتستعمليه ده وانتي ساكتة ومش عايزة كلام كتير. حاضر يا حماتي، اللي تشوفيه. وبعدها نزلت حماتي شقتي وطلعت نجلاء عند سناء فوق. شفتي اهي خفت وبدأت تتكلم اهو. بقولك ايه يا بت، انت لازم تهدديهم انك هتمشي من البيت ده. وهم هيعملوا حساب كده. حاسه اني مش هفرق معاهم والله، هيكون عادي بالنسبه لهم. دول بيحبوها قوي، واللي اهم من ده كله عيالي وبس. انا مش مهم. بصي بقى، طالما ما عرفناش نشوف سكه من ناحيه احمد هنشوف سكه من ناحيه مروه. مش فاهمه كلامك، قصدك ايه يعني؟ اسمعي بس انا هقولك ايه وتنفذيه بالحرف الواحد. وبعد اسبوع نزلت سناء شقتي وكانت واقفة بتغسل مواعين في المطبخ. وأنا دخلت وراها. معلش يا سناء، عايزة أشرب شاي، ممكن؟ عينيا ليكي يا حبيبتي، بس كده؟ حتى الشاي مش فاكرة كان بيتعمل إزاي. أخيان يا اللي تعباني بالقوي. طيب حقك عليا، ممكن تطلعي وأنا هعمله أنا. كتر خيرك على اللي انتي عملتيه معايا الفترة اللي فاتت. عايزة أقولك سر بس خايفة تقولي لحد. أنا عارفة إن قلبك أبيض ومش هتجيبي سيرة. خير يا حبيبتي، في ايه بس قولي. انا غلطت يا مروة وحامل
ومش عارفة اتصرف ازاي. طيب وازاي تعملي كده؟ بس حرام عليكي، ارجوكي. انا بتقطع والله وعارفة اللي انا عملته ده غلط، بس ارجوك اقفي جنبي، انا لازم اخلص من اللي في بطني ده. طيب وليه تعملي كده؟ ما تخليه يتجوزك على سنة الله ورسوله، انت مش بتعملي حاجة حرام. مش هينفع، اصله متجوز وكمان بيحب مراته، هي كانت غلطة بس والله. طيب وانت تعرفيه منين؟ وازاي يعني حصل كده؟ انت بالذات ما ينفعش اقولك. ارجوكي، ارجوكي خليني اطلع شقتي. ليه انا بالذات؟ اوعي تقولي له ان احمد، بالله عليك، احمد اللي عمل فيكي كده. ارجوكي ابوس ايدك، اوعي تقولي له، ده حالف ياخد عيالي مني ويرميني في الشارع لو جبت سيره لحد. معقول احمد يعمل كده؟ انا مش قادره اصدق، ده ما بيسيبش فرد والله. ارجوكي امسكي اعصابك، انا ما صدقت ان انت بقيتي كويسه، ومش عايزاكي تزعلي مني. بلاش تصلحي الغلط بغلط اكبر. اتجوزي احمد وهاتي ابنك في النور. معقول عايزاني اتجوز جوزك؟ معقول انت قلبك كبير كده؟ في الدنيا دي كانت اغلى حاجه عندي كانت امي، وهي راحت، ومش باكي على اي حاجه تاني. وبالليل جه احمد من الشغل، وانا كنت لبست الاسود من تاني. مساء الخير. ايه ده؟ هو انت لبست الاسود تاني ليه؟ مش قلنا لا علشان خاطر نفسيتك؟ بقول لك ايه يا احمد، انا من بعد امي عمري ما هرجع كويسه تاني. لو عايز تتجوز اتجوز، لان انا خلاص من النهارده انا ما بقتش مراتك. ايه الكلام الغريب ده؟ وبعدين هو ايه اللي حصل لكل ده؟ بعد انا ما استحملت اللي كنت فيه جايه تقولي لي كده دلوقتي؟ محدش قالك تستحملني، كنت قادر تطلقني وتشوف حياتك. تصدقي انا غلطان اني عملت كده فعلا. انا ايه اللي يخليني استحمل واحده زيك؟ انا هتجوز عليك يا مروه، وباشربي بقى. وبعدها نزل عند امه، ونزلت نجلاء وسناء. ايه ده؟ في ايه؟ نازل شكلك عامل ليه كده؟ وانت مالك يا اختي انت وهي؟ واقفين عاملين ليه كده؟ ابدا، سمعنا صوت عالي قلنا ننزل نطمن نشوف في ايه. كتر خيرك يا حبيبتي، اطلعي شقتك بقى انت وهي. ماشي، انا نازله اقولك ان خلاص هتجوز يا حماتي، وبعدين هيكون من حقي اجي يوم اشوف عيالي فيه. ما انا لسه صغيره ومن حق افرح بشبابي. الف مبروك يا حبيبتي، بس هو ده وقته يعني؟ وفي الوقت ده احمد قام وقال انا عايزه اتجوزك يا سناء، اهو منك تكوني اتجوزتي ومنك تكوني عايشه مع عيالك كمان. ايه الكلام الفارغ ده؟ مين قالك اني هوافق على الكلام ده؟ وانتي مين قالك يا حماتي ان انا هوافق اصلا؟ لا طبعا، انا لا يمكن اعمل كده في مروه. انا بحبك يا احمد، بس لا يمكن اكسر قلب ست ابدا. هو انا مش صعبان عليك يا امي؟ من ساعه ما اتجوزتها وانا شايل همها، ومش بعمل حاجه غير ان انا بخدمها وبس، وفي الاخر مش عاجبها كمان. نفسيتها تعبانه يا حبيبي برضو، قدر اللي هي فيه. الكلام خلص خلاص، فرحة عليك الأسبوع اللي جاي يا سناء. وبعدها طلعت سناء شقتها وهي فرحانة هي وعيالها، وحست إن هي انتصرت عليا، وكل اللي اتخططت له مشي بالمظبوط. وطلعت حماتي شقتي. ليه يا بنتي كده؟ حرام عليكي، ما جوزك ليه حق عليكي برضه. أرجوكي يا ماما، مش عايزة أسمع أي كلام، أنا فيا اللي مكفيني. طب ما تقوليلي يا بنتي في إيه بس؟ مالك؟ أنا هقولك يا ماما، بس أرجوكي مش عايزة حد يعرف خالص بالموضوع ده. وبعدها حكيت لحماتي على كل اللي حصل، وحماتي قالت لي البت دي كدابة. في واحدة ممكن تقول كده عن نفسها بالكذب يا حماتي برضو؟ اسمعي الكلام اللي هقولك عليه ده واعمليه بالحرف الواحد. انت لازم تسجلي لها وهي بتقولي الكلام ده. ليه يعني؟ مش فاهمة كلامك، هتعرفي بعدين. وبعدها طلعت شقة سناء. مين مروة؟ تعالي ادخلي يا حبيبتي، في ايه مالك؟ عرفت ان كاتب كتابك بعد اسبوع على احمد. الف مبروك، الله يبارك فيكي. والله ما عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملتيه معايا ده. هو انت حامل في الشهر الكام؟ ومعقول هو يعرف ولا لا؟ ايه؟ طبعا يعرف، وكان عايز يخليني انزله، بس دلوقتي خلاص بقى. على العموم يا ريت ما تقولولوش ان انا عرفت حاجه عن الموضوع ده، بعد اذنك. طب تعالي ادخلي يا بنتي، واقفه ليه كده؟ لا معلش، انا عايزه انزل. وبعدها قفل السناء الباب، وخرجت نجلاء من الأوضة. تصدقي صعبت عليا والله، مش عارفة هي بجد طيبة واحنا كنا ظالمينها ولا ايه؟ مالك يا نجلاء فيكي ايه؟ اتغيرتي ليه كده؟ ابدا، بس شكلنا غلطنا لما فكرنا في كده والله. بقولك ايه، والله لو فكرتي تقولي حاجة لأحمد ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيكي ايه. هروح واقول له ان انت صاحبة الفكرة اصلا. لمي نفسك كده، مش عايزة وجع دماغ. وانا مالي يا اختي، خليني في حالي احسن. وجي يوم كتب كتاب، والكل كان قاعد مستني المأذون يخلص كتب الكتاب،
وحماتي طلعت، واحمد قال كنت عارف انك هتيجي وهتكوني معايا في يوم زي ده. اخس عليك يا ابني، ازاي تعمل كده في مرات اخوك الله يرحمه؟ تخليها تحمل منك من غير جواز؟ هي دي الامانه اللي مفروض نحافظ عليها؟ ايه الكلام ده يا امي؟ والله ما حصل، انا عمري ما اعمل كده ابدا. لا، دي كدبه من مروه علشان احمد يبعد عني. انا مش عارفه هي عايزه مني ايه. لا، مروه مش كدابه، انت فعلا قلت لها كده وانا شاهده على الكلام ده. وانت من امتى بتحبيها وبتدافع عنها؟ انت طول عمرك بتكرهيها، اشمعنى دلوقتي يعني عامله فيها حمامه السلام؟ علشان كنا غلط. ارجع لمراتك يا احمد وسيبك من العقربه دي، ارجوك يا احمد. دول كلهم كدابين وعاملين عليك لعب عشان يبعدوك عني. وبعدها حماتي طلعت الموبايل وقالت والكلام ده كذب برضه. وبعدها احمد سمع كل الكلام اللي قالته سناء لمروه. منك لله يا بعيده، غوري من البيت ده ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. وبعدها مشي سناء، ونجلاء قالت انا كمان غلطت في حق مراتك يا احمد، ما تزعلش مني، وحقك عليا يا حماتي، بس انت كنت بتكرهينا. انا عمري ما كرهت حد، بس هي كانت اطيب قلب فيكم، وكانت صعبانه عليا بسبب اللي حصل لامها. وانتوا الاتنين بدل ما تبقوا اخواتها وتقفوا جنبها بقيتوا تخططوا ازاي تخطفوا جوزها منها. وبعدها انا طلعت ولبست افضل حاجه عندي وقلت لاحمد حقك عليا يا احمد، ما تزعلش مني. معقول انت اللي جايه تقولي لي كده؟ المفروض انا اللي اعتذر لك وابوس راسك كمان. الغلط كان من عندي انا برضو، علشان المفروض اول لما فقت ادي لك اهتمام واعوضك عن الفتره اللي كنت بعيده عنك فيها. ونجلاء اتغيرت معايا وبقت كويسه جدا، وكانت بتحاول تثبت لي انها فعلا بتحبني وانها غلطت في حق كتير. اما سناء فكنا دايما بنتصل بيها علشان بس تيجي تزور عيالها حتى على الاقل يوم في الاسبوع. كانت دايما بترفض وبتقول خلاص انها تتجوز ومش محتاجاهم في حاجه. اما انا فعوضت احمد جوزي عن الوقت اللي كنت بعيده عنه فيه، وعملنا شهر عسل من اول وجديد. وكل اللي انا عايزه اقوله في الاخر ان اي حد بيسعى في اذى غيره علشان مصلحته انانيته وبس مش هينوبه غير اللي مقسوم له. ولحد هنا خلصت حكايتنا، بس ما خلصتش قصصنا. ولو اول مره تشرفونا في القناه يا ريت تنزلوا تشتركوا حالا وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل علشان يوصل لكم كل اشعارات القصص الجديده بتاعتنا اول باول. وما تنسوش ان تشجيعكم ودعمكم لينا هو اللي هيخلي القناه تستمر.